السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه انتوا بقى؟ النهاردة بقى هعمل لكم وصفة بواقي الجلاش، بس بصراحة تحفة. كان عندي جلاش كده فايض، كل مرة كنت اعمل ويتفضل مني شوية فكنت بحطهم في كيس لحد ما لقيتهم اتجمعوا حبة كده، فنرميهم؟ لا ابدا، طلعتهم بقى فركتهم كلهم لان طبعا كان فيهم متكسر كتير، فدي احسن وصفة لي. اي بواقي جلاش عندك جمعاها في كيس، جبتهم بقى يا حبايبي، طلعتهم وفركتهم كده زي ما انتم شايفين، مفركتهمش قوي يعني تكون القطعة ايه مش صغيرة. 3 معالق سمنة كده سيحتهم وفركتهم فيها وقمت مدخلاهم الفرن. بعدين طلعتهم احمروا شوية وقلبتهم على اليمة التانية، واي حتت كانت متكتلة معايا قمت تاني فرقاها علشان ايه، فككتها كده علشان ايه كله يحمر يبقى لون واحد، ورجعتهم تاني الفرن. جيت بقى عملت ايه، عملت الكريمة بقى بتاعته. السر كله يا حبايبي في الكريمة دي وحلاوتها. اول حاجة جبت لبن على قد الجلاش اللي عندك هتعملي يعني الكمية اللي انت محتاجاها. يعني دولت كانوا حوالي، شوف اللون بتاعها لما طلعت بقت كلها لون موحد ازاي، لان انا كان ايدي فيها على طول وكنت بقلبها على طول عشان مفيش جنب يتحرق وجنب كده. الكريمه دي بقى يا حبايبي حوالي كوبايه لبن، وانا حطيت لها كاستر، ممكن انت تحطي نشا لو ما عندكيش كاستر. اهم حاجه يكون القوام بتاعها سايل بالشكل اللي انت شايفينه ده، ما يكونش قوام متماسك. حطيت على كوبايه اللبن حطيت معلقه واحده بس كاستر ومعلقه فانيليا، ما حطيتش سكر. فردتها شويه في الطبق عشان تبرد، وهي ما بردتش مني قوي، بس انا حطيتها على طول لان المانجا كانت متجمده معايا. جبت منجايه وقطعتها كده وحطيتها، وحطيت له نص معلقه سكر ومعلقتين 2 كريم شانتيه. سايل ومتماسك في نفس الوقت. شايفين هو قوام هيفضل كده لحد اخر طبق يخلص معاكي، وطعمها بصراحه تحفه جدا. جبت معلقتين سوداني كده وقمت ايه ضرباهم في الطبق، طحناهم يعني. جبت الكاسات بتاعتي او الاطباق بتاعتي وحطيت كل طبقه ايه طبقه من الكريمه ديت، وبعدين طبقه من الجلاش اللي انا محمراه، طبقات فوق بعض كده لحد ما خلصت الكميه كلها. وكل طبقه برضو كنت بحط لها شويه ايه سوداني، ممكن لو اي مكسرات عندك تحطيها، المتوفر يتحط. كده خلصت الطبقات وحطيت طبقه سوداني، وهحط بقى اخر طبقه من الكريمه على الوش. حطيت يا حبايبي اخر طبقه من الكريمه وفردتها كويس علشان ما يبقاش يعني ما يبقاش في حاجه خالص باينه من الجلاش. تفرديها كويس جدا وبالراحه، يعني يعني ما تعمليش، خلي المعلقه معاكي عايمه كده وانت بتفرديها. اتفضل معايا شويه جلاش كده صغيرين، قمت تاني جايباهم وحط عليهم شويه سكر لان طبعا الجلاش عادب، وحطيت عليهم معلقه من السوداني اللي انا طحناه يا حبايبي، قمت حطاهم على الوش كده، اداله شكل جمالي كده، وفي نفس الوقت طعمه كان جميل جدا. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك لو ما اشتركتوش معانا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد.